المحكمة المالية بدأت، والنهاردة مش فيديو عادي. النهاردة فيه محاكمة مالية، والمتهم هو انت. كل قرار مالي اخدته، وكل فلوس انت صرفتها، وكل مرة قلت انا هبدأ بعدين، وكل فرصة ضيعتها بايدك، كل ده متسجل. والحكم مش انا اللي هحدده، الحكم هيطلع من افعالك انت. انا النسخة منك بعد 5 سنين. مش جاي اضحك عليك، انا جاي اقول لك الحقيقة اللي ممكن تغير مستقبلك كله. جاهز تعرف انت واقف فين ولا لسه بتضحك على نفسك؟ واللي لسه ما يعرفنيش واول مرة يشوفنا النهاردة، فانا شريف ودي قناة شريف يستثمر. ولو عايز تحكم على فلوسك قبل ما تضيعها يبقى لازم تكون معانا هنا في قناة شريف يستثمر. اشترك في القناة وخلينا نبدأ المحاكمة. القضية الأولى، بتقبض وتصرفه كله. بصراحة كده انت بتقبض وتبقى مبسوط يومين، وبعدها الفلوس بتختفي، أكل من بره وحاجات ملهاش لازمة ومصاريف صغيرة بتتجمع وتخلص كل حاجة، وفي آخر الشهر ولا كأنك قبضت أصلا. أنا شايف كل ده، وعلشان كده تقييمك في القضية دي 2 من 10. مش علشان انت مش بتكسب، علشان انت مش عارف تتحكم في اللي انت بتكسبه. الصح كان ايه؟ الصح ان اول ما تقبض تقسم فلوسك قبل ما تصرف جنيه واحد، جزء للمصاريف وجزء للادخار وجزء للاستثمار حتى لو صغير. مش لازم تبقى غني علشان تمسك فلوسك، انت بس محتاج تبطل تصرف بعشوائية. والمحكمة سجلت ده عليك. والقضية التانية وهي التأجيل، كلمة لسه بدري. بص بقى، انت من النوع اللي دايما بيقول هبدأ من الشهر اللي جاي لما الدنيا تظبط شوية، لما يبقى معايا فلوس زيادة، اصل السوق مش كويس دلوقتي، اصل الناس مش معاها فلوس. بس الحقيقة الشهر اللي جاي بيجي ومفيش حاجة بتتغير، ونفس الجملة بتتكرر، ونفس الوضع بيكمل. انا شايفك بقالك سنين بتأجل، وعشان كده تقييمك في القضية دي 0/10. مش علشان مش قادر تبدأ، علشان انت قررت انك تأجل. والصح كان ايه؟ انك تبدأ دلوقتي، مش لما تبقى جاهز، حتى لو ب50 او ب100 جنيه. اخطر كلمة ممكن تدمر مستقبلك المالي هي كلمة بعدين، والمحكمة سجلت ده عليك. القضية التالتة ان انت ما عندكش استثمار. خليني اسألك بصراحة، فلوسك بتعمل ايه وهي قاعدة جنبك؟ ولا حاجة، سايبها في حسابك او بتتصرف اول باول من غير ما تشتغل ليك او تكبر. واول ما حد يكلمك عن الاستثمار تقول لما يبقى معايا مبلغ كبير ابقى ابدا بيه. طب انت عارف الاستثمار اصلا ممكن تبدا بكام؟ انا كنت بقول زيك كده برضو، وعشان كده ضيعت وقت كتير جدا. وتقييمك في القضيه دي 3/10. مش علشان مفيش فلوس، لا، ده علشان مفيش قرار. والصح كان انك تبدا باي مبلغ حتى لو صغير، وتتعلم وتجرب وتغلط، بس تبدا. الفلوس اللي ما بنستثمرهاش يا صديقي قيمتها بتقل كل يوم، والمحكمة سجلت ده عليك. والقضية الرابعة وهي اعتمادك على دخل واحد بس. خليني أسألك سؤال بسيط بقى، لو مرتبك وقف بكرة هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك تايه، لأنك معتمد على مصدر واحد بس، مرتب واحد وشغل واحد. ولو حصل فيه أي مشكلة كل حاجة بتقع، وانت من جواك مطمن نفسك وبتقول ما هو شغل ثابت مفيش قلق. للأسف مفيش حاجة مضمونة 100%. وتقييمك في القضية دي 2/10. مش علشان مرتبك قليل، لا، ده علشان كده مفيش امان حقيقي. والصح كان ايه؟ الصح انك تبدأ تبني مصدر دخل تاني حتى لو بسيط في الاول، فريلانس او مهارة او مشروع صغير. مش لازم تعتمد على حاجة واحدة علشان ما تبقاش تحت رحمتها. والمحكمة سجلت ده عليك. والقضية الخامسة انه مفيش عندك خطة، انت ماشي بالصدفة. خلينا اسألك سؤال بسيط خالص، انت عارف فلوسك رايحة فين؟ ولا كل شهر انت ماشي كده وخلاص تصرف اللي بيجي قدامك وتقول نشوف اخر الشهر هيبقى فيه قد ايه باقي؟ مفيش خطة طبعا، ومفيش هدف، ومفيش رقم انت عايز توصل له. كل حاجة ماشية بالصدفة، وعلشان كده عمرك ما هتوصل لحاجة كبيرة. ولو جه حد يتكلم او ينصحك او يقول تعمل او تقول الدنيا بايظة، ده مفيش فلوس. وفي ناس يا صديقي سابقاك بسنين ضوئية وسنين مالية وبيكسبوا وبيزود دخله. وتقييمك في القضية دي 1/10. مش علشان ما عندكش فلوس، لا، علشان ما عندكش اتجاه. والصح كان ايه؟ تبدأ تعرف كل جنيه داخل فين وكل جنيه خارج ليه. تبدأ انك تحدد هدفك، هتوفر كام وهتستثمر كام وعايز توصل لرقم كام. الفلوس من غير خطة يا صديقي بتضيع، والمحكمة سجلت ده عليك. والقضية السادسة معانا النهاردة وهي انك بتجري ورا المظاهر. بصراحة كده عايز اسألك على حاجة، انت بتشتري اي حاجة علشان محتاج لها ولا علشان تبان قدام الناس؟ يعني موبايل اغلى من امكانياتك كتير، وخروجات علشان الشلة كلها نازلة، وحاجات كتير بس ملهاش لازمة حقيقية، وكل ده علشان تبان انك تمام. بس الحقيقة انت بتضغط على نفسك اكتر، عايش بشكل اكبر من دخلك وعمال تدفع تمن ده كل شهر. وتقييمك في القضية دي 2/10.
مش علشان انت بتحب تعيش كويس، لا، علشان انت بتشتري الانطباع مش القيمة. والصح كان ايه؟ انك تعيش على قد دخلك وتكبر مستوى حياتك لما دخلك يكبر فعلا. مش كل حاجة الناس شايفاها تستاهل انها تتعمل. والمحكمة يا صاحبي سجلت ده عليك. والقضية السابعة معانا في المحكمة المالية النهاردة انك مش بتطور نفسك. خليني اقولك الحقيقة بصراحة، انت عايز دخلك يزيد بس انت نفسك ما اتغيرتش بقالك سنين. طيب ازاي وانت لسه بنفس المهارات ونفس التفكير ونفس الشغل ومستني نتيجة مختلفة، وكمان بتشتكي وتقول ده مفيش فلوس، ده الدنيا مش كويسة والسوق مش كويس؟ لا يا صديقي، هي كل حاجة بتتغير من حواليك والسوق بيتغير من حواليك بسرعة جدا، وانت لسه واقف مش بتطور من نفسك، ولسه كمان بتصرف على الخروجات وبتصرف على موبايل جديد، بس لما تيجي تصرف على نفسك تحسها خسارة، مع ان ده اهم استثمار في حياتك. وتقييمك في القضية دي 3/10، مش علشان الفرصة قليلة، لا، ده علشان انت اللي تطويرك لنفسك قليل. والصح كان ايه؟ انت لازم تتعلم مهارة جديدة وتطور من نفسك في شغلك وتستثمر وقتك الفاضي قبل فلوسك. كل جنيه يا صديقي بتحطه في نفسك صدقني هيرجع لك أضعاف. والمحكمة ما سابتكش، دي سجلت ده عليك. والقضية التامنة معانا النهاردة وهي انك بتصرف قبل ما تدفع لنفسك. خلينا اسألك سؤال بسيط، اول ما بتقبض بتعمل ايه؟ بتبدأ تصرف كل حاجة، ايجار، خروجات، طلبات، واخر حاجة خالص لو فات حاجة تقول ممكن احوش وممكن لا، بس غالبا مفيش حاجة بتفضل او بيبقى بالسالب لانك بتبقى مديون، لانك حاطط نفسك اخر الاولويات. وتقييمك في القضية دي 1/10، مش علشان دخلك قليل، لا، ده علشان ترتيبك غلط. والصح كان ايه؟ اول ما تقبض تدفع لنفسك الاول حتى لو 10% بس، تحوشهم او تستثمرهم، ولازم يبقى قبل اي حاجة تانية انت بتدفعها. الباقي هو اللي تصرف منه مش العكس. والمحكمة طبعا سجلت ده عليك. والقضية التاسعة معانا النهاردة وهي انك بتصرف من غير ما تتابع فلوسك. خلينا اسألك بصراحة، انت عارف صرفت كام الاسبوع ده؟ ولا الفلوس بتروح كده من غير ما تحس؟ كاش بيطلع وكارت بيتسحب ومفيش اي حساب، وفي اخر الشهر تقول هي الفلوس راحت فين؟ ما هي راحت بس انت مش مركز طبعا. وتقييمك في القضية دي 2/10، مش علشان بتصرف كتير بس، لا، علشان انت مش شايف اصلا انت بتصرف فين. والصح كان ايه؟ تكتب كل مصاريفك حتى الصغيرة منها، وتراجع نفسك كل اسبوع تشوف الفلوس دي بتروح فين. الفلوس يا صديقي اللي ما بتتراقبش بتضيع منك بسهولة، واكيد طبعا المحكمة سجلت ده عليك. القضية العاشرة والأخيرة إنك بتسيب فلوسك تضيع بسبب الديون. خلينا أسألك، أنت بتشتري الحاجة كاش ولا بتشتريها بالأقساط؟ قسط موبايل وقسط كارت، قسط حاجات مش ضرورية أصلا، وقسط أجهزة كهربائية، صح؟ جزء كبير من مرتبك بيروح قبل ما يوصل لك أصلا، وانت فاكر انك كده مظبط الدنيا، بس الحقيقة انت كده مربوط بالتزامات كل شهر، وكل قسط بيقلل حريتك شوية. تقييمك في القضية دي 2/10، مش علشان الديون وحشة دايما، لا، علشان انت بتستخدمها غلط. والصح كان ايه؟ ما تقسطش حاجة غير لو ضرورية جدا، وابعد عن الديون الاستهلاكية على قد ما تقدر. ولو عليك ديون انت لازم تحط خطة واضحة تسددها بأسرع ما يمكن. مش كل حاجة ينفع تتاخد دلوقتي، في حاجات لازم تستناها. والمحكمة أكيد سجلت ده عليك. والحكم الأخير يا صاحبي إنك لو كملت بنفس الطريقة وبنفس القرارات فأنت هتوصل وهتجيب نفس النتيجة. بس لو عايز تتغير ابدأ ب3 حاجات بس بسيطة: راقب فلوسك كويس، واصرف بوعي وحرص، وابدأ استثمر حتى لو بمبلغ صغير، واستثمر في نفسك من دلوقتي حالا. مستقبلك مش صدفة، ده نتيجة قرارات انت بتاخدها كل يوم. وانا شريف ودي قناة شريف يستثمر. ولو عايز تبني مستقبلك المالي صح اشترك في القناة وخليك معانا في الرحلة دي، ويلا بينا نعمل فلوس مع بعض.